السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، مرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بقى كيتعاود بزاف في السوشيال ميديا من بعد نهائي كأس إفريقيا في المغرب. موضوع دار ضجيج كبير، خرجت عليه عناوين صادمة وتقال فيه كلام بزاف مبني أكثر على تصاور ولقطات متفرقة أكثر ما هو مبني على معطيات مؤكدة أو حقائق نهائية. ومن البداية خاصني نوضح واحد الحاجة، الهدف ديالي ماشي تشهير وماشي تسمية الناس مجرمين بلا حكم قضائي وماشي نزيد نشعل النار. الهدف هو نحاولوا نفهموا بعقل هادئ ومنطقي كيفاش كتشكل بحال هاد الروايات وكيفاش كتحول من مجرد صور ومعطيات متفرقة إلى قصة كاملة كتداول وسط الناس وكأنها حقيقة مطلقة. حيث للأسف فبلاصة ما يكون النقاش هادئ ومتوازن ولا كل شيء كيتسرع، واحد يطلع فيديو، واحد يرد عليه، واحد يزيد معلومة بلا مصدر، ومن بعد كيتبنى على هاد الشيء كامل رأي عام. وهاد النوع ديال القضايا إلا ما تعاملناش معاه بوعي ومسؤولية يقدر يظلم ناس ويخلق توتر بين الشعوب وحتى يأثر على صورة البلاد وعلى أمن الملاعب في المستقبل. خليو نمشيو مع بعضنا خطوة بخطوة. نهائي الكان كان حدث كبير بزاف، ضغط عالي، جمهور غفير، ومشاعر قوية بين الفرح والغضب والصدمة والخيضة. من بعد الصفارة الأخيرة بانوا لقطات ديال تدافع وفوضى وتدخل أمني، وسمعنا كلام على توقيفات وفتح تحقيقات. هاد الأمور كتوقع في مناسبات رياضية في العالم كامل، ولكن اللي كيصعب النقاش هو التفاصيل. شكون دار شنو؟ واش كان خلل تنظيمي؟ واش كان عنف متعمد؟ ولا كانت غير لحظة انفلات بسبب التوتر؟ ومن هنا بداو الناس كيقلبوا على جواب سريح، وجه واضح، اسم واضح، شي واحد يتقال عليه هو السبب. ولكن المشكل هو أن أغلب اللقطات اللي دارت الضجة ما كتبينش وجوه واضحة، ناس في وسط الزحام، تشويش، حركة سريعة، وهنا كيولي التركيز على الحاجة اللي كتبان بسهولة، الرموز. ومن بين أكثر الرموز اللي تزادوا في النقاش كاين مشجعين كيبانوا بحروف كبار مرسومين على صدورهم، ومع الوقت بدات القصة كتشد اتجاه آخر. هاد الحروف كتكمل كلمة سنغال، 7 أشخاص كل واحد شاد حرف، وبهذه الطريقة كتولي عندهم هوية بصرية مميزة وسط الجمهور. إلى هنا نقدروا نقولوا باللي هاد الشيء ممكن يكون غير أسلوب تشجيع. جماهير في العالم كامل كتستعمل تيشيرتات، ألوان، أعلام ورسومات على الوجه. ولكن السؤال اللي طرح راسه بقوة هو علاش هاد الحروف بالضبط ولات كدير كل هاد الضجة؟ حيث كاينين اللي قالوا راه هادو معروفين وراه عندهم تاريخ وراه واحد منهم كان حاضر في الأحداث. ومن هنا خاصنا نوقفوا شوية ونطرحوا الأسئلة الصح. واش فعلا كاينة مجموعة معروفة بهذه الطريقة؟ شنو قصتها؟ وشنو هو المصدر ديال المعلومات اللي كتداول؟ باش نجاوبوا على هذه الأسئلة خاصنا نمشيو للمصادر الأصلية، ماشي غير الفيديوهات القصيرة ولا تدوينات تيك توك وفيسبوك. وفعلا في بعض المواقع الإلكترونية السنغالية كاين مقالات قديمة كيهضروا على ما يتسمى بالمجموعة السبعة اللي كيتعرفوا بالحروف ديال كلمة سنغال. هاد المقالات كتقدمهم كجزء من ثقافة التشجيع، وكتحكي كيفاش كيتحضروا قبل الماتش، شحال كتاخد الصباغة من الوقت، كيفاش كيتمقلوا مع المنتخب، وكيفاش كيتعاملوا مع هاد الهوية البصرية اللي كتميزهم وسط الجمهور. وكاينه نقطة مهمة هنا، في بزاف ديال هاد المقالات الوجوه ما كتبانش وكيبقى غير الحرف. حرف اس كيولي هو العلامة، حرف او نفس الشيء، وهذا الأسلوب كيخليهم معروفين بالحرف أكثر من الوجه. ولكن في المقابل كيخلي حتى الحرف قابل بزاف للتأويل، حيث منين كتوقع شي حادثة والناس كتشوف حرف واضح كتقول بسرعة دابا عرفناه، ولكن في الحقيقة اللي تعرف هو الرمز فقط ماشي الشخص. وهنا كاين الخطر الحقيقي، الخلق بين الرمز والفعل. بمعنى آخر ممكن واحد يحمل نفس الحرف في تصويرة قديمة قبل سنين، وممكن واحد آخر يلبس نفس الستايل في نهائي جديد، وبلا ما نحسو كيتربط هاد الشيء في العقول على أساس أنه نفس الشخص. ومع الغضب والعاطفة كتحول القصة بحال كرة تلج كتكبر وتخرج على السيطرة. في هذه المقالات كذلك كيتذكروا الأسماء المرتبطة بكل حرف. كنلقاو مثلا عبدو مرتبط بحرف اس، ساليو بحرف او، بابكار بحرف ان، مودو بحرف او، وبابكار آخر بحرف جي. وبهذه الطريقة كيتكونوا 7 أشخاص كل واحد معروف بالحرف ديالو، وهذه الحروف كاملة كتجمع كلمة واحدة. ومن بين هاد الأسماء كاين شخص مرتبط بحرف واللي بان بشكل واضح في بعض اللقطات المتداولة.
هاد الشخص كيتذكر في المقالات القديمة في إطار تشجيعي فقط، وكتحكى عليه تفاصيل بحال كيفاش كيديروا الصباغة، شحال كتاخد الوقت، كيفاش كيتحيد الطلاء من بعد، وحتى القصص المرتبطة بحب المنتخب والتنقل معاه من بلد لبلد. وحرف ال كذلك مرتبط باسم بابكار، وبهذا الشكل كتكمل المجموعة ديال السبعة. النقطة الأساسية هنا هي أن هذه الأسماء وردت في محتوى صحفي قديم في زمن مختلف وسياق مختلف، وماشي في إطار أحداث عنف أو تحقيقات جنائية. ومن هنا خاص الحذر الكبير. أولا، واش كاين شي تأكيد رسمي بأن صاحب حرف أ هو نفس الشخص اللي كان في وسط الفوضى؟ واش كاين بلاغ رسمي بالأسماع؟ واش كاين حكم قضائي؟ إلى حد الساعة اللي كيدور في العموم كيبقى غير تغطيات كتكلم على توقيفات وتحقيقات، ولكن بلا ربط مباشر ومؤكد بين هذه المجموعة بعينها وبين الأحداث. ثانيا، حتى إلا تذكر شي استقبال في بلاده خاصنا نعرفوا السياق. واش كان استقبال رسمي ولا عائلي؟ واش كان قبل الأحداث ولا من بعدها؟ واش الناس اللي استقبلوه كانت عندهم معلومات؟ الاستقبال بوحده لا يعني براءة ولا إدانة. ثالثا، راه ضروري نفرقوا بين المشجع المتعصب وبين المجرم. ماشي أي واحد كيشجع بحماس كيولي مجرم، وماشي أي مشهد استعراضي كيبرر إطلاق أوصاف خطيرة. الكلمات اللي كنستعملوا عندها وزن وتقدر تخلف ضرر حقيقي. وفي نفس الوقت خاصنا ما نكونوش سذج. الملاعب ماشي ديما فضاء بريء. كاين مجموعات في بعض البلدان عندها ثقافة الاشتباك وكتعتبر الفوضى جزء من التشجيع، وهذا الشيء كيشكل خطر على الجمهور وعلى رجال الأمن وحتى على الأطفال. ومن هنا كنرجعوا للسؤال الكبير: شنو الدروس؟ أول درس: الصور بوحدها ماشي دليل. تصويرة من 2006 تقدر ترجع تدور في 2026 على أساس جديدة، فيديو يتقص ويتبدل المعنى ديالو، وهذا الشيء شفناه بزاف في العالم. ثاني درس: الإعلام خاصو يحمل مسؤولية كبيرة. البحث الصحفي خاصو يكون مبني على وثائق ولغة حذرة، ماشي عناوين كتشعل. ثالث درس: التواصل الرسمي ضروري، كل ما كان الفراغ كتدخل الإشاعة. رابع درس: تنظيم الملاعب خاصو يكون أقوى وأذكى، وهذا الشيء مسؤولية مشتركة. خامس درس: الجمهور حتى هو مسؤول فشنو كينشر وأشنو كيزيد. دابا واش نقدروا نقولوا بدقة شكون دار شنو؟ لا، حيت ماشي حنا اللي كنحكموا، وكاين مؤسسات قانونية وهذا الشيء خاصو يمشي في المسار ديالو. ولكن نقدروا نقولوا حاجة وحدة بثقة: أي عنف ضد الجمهور ولا رجال الأمن خط أحمر، وأي اعتداء ثابت خاصو يتحاسب، وفي نفس الوقت أي اعتئام بلا دليل راه ظلم. شخصيا كنشوف أن اللي وقع خاصو يكون درس اجتماعي وإعلامي قبل ما يكون درس كروي. شحال سهل نخلقوا عدو من صورة ونخليو العاطفة تسوقنا بلا عقل. وفي الأخير نخلي عندكم واحد السؤال: واش بغينا الكرة القدم تبقى مساحة للفرح والتنافس الشريف، ولا بغيناها تولي ساحة للفوضى والاتهام السريح؟ إلا بغينا نربحوا كبلاد وكشعوب خاصنا نربحوا في العقل قبل النتيجة، نشجعوا المحتوى المسؤول ونطالبوا بالتحقيق العادل والتنظيم القوي بلا تشهير وبلا تحريض. إلا وصلتوا حتى لهنا شكرا بزاف على المتابعة، وخليوا آراءكم في التعليقات، ولكن باحترام حيث كنناقشوا أفكار ماشي كنحاكموا شعوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.